هل سمعتم يوما عن الأسطورة الذي رفض الانتقال إلى ريال مدريد فطلب منه الرئيس بيريز طلبا غريبا في عام 2004 وتحديدا في إسبانيا؟ وبذلك الوقت كان الميرينجي ريال مدريد يمتلك الجيل الرائع، ولتقوية هذا الفريق والمنافسة على جميع الألقاب المتاحة يقرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز التوقيع مع نجم المنتخب الإيطالي ونجم نادي روما فرانشيسكو توتي. وبالفعل قامت إدارة الريال بتقديم عرض مبدئي إلى اللاعب، ولكن تم رفضه على الفور ليقرر بيريز السفر بنفسه إلى روما وإقناع توتي بالانضمام إلى النادي الملكي. وفعلا قام بالاجتماع مع فرانشيسكو توتي، وبعد عدة محاولات يائسة يرد توتي ويقول: سيدي، بالتأكيد يشرفنا اللعب في مدريد، ولكنني ولدت فقط لأرتدي فقط قميص روما. ويقال أنه بعد ذلك أدرك بيريز أن توتي لن يأتي معه، فقام بإخراج قميص النادي وطلب من توتي التوقيع عليه، وأضاف: اللاعب الوحيد الذي فاوضته شخصيا ورفض الانتقال إلى ريال مدريد.